مذبحة. أول أيام العيد أحمد قتل أمه وطعن أبوه وأخته، والسر أبشع من الخيال. الناس بتصحى يوم العيد بدري، بتلبس الجديد وتضحك وتفطر مع الأهل، والأم تحضر الكبدة، والأب بينزل يصلي، والأولاد بتتجمع حوالين السفرة. بس في بيت في الشرقية العيد عنده كان مختلف. في البيت ده صوت الضحك اتبدل بصريخ، وريحة الكبدة اتبدلت بريحة دم. واللي حصل هناك كانت مذبحة حقيقية. أهلا بيكم وحلقة جديدة في برنامجكم ديستوبيا. في قرية كشك مركز أبو حماد، تحديدا الشرقية، يوم السبت يوم 7 يونيو 2025، أول أيام عيد الأضحى، والناس لسه راجعة من صلاة العيد، والبيوت بتستقبل الضيوف. بس بيت عبد السلام المدرس اللي الناس كلها كانت بتحبه كان بيجهز وقتها للفطار، علشان مراته الحاجة ابتسام قاعدة بتحضر الفطار في المطبخ ومستنية جوزها يرجع هو وابنها أحمد اللي عنده 22 سنة. بس الغريب في الموضوع إن أحمد الطالب الجامعي كان راجع وشه متغير، ما كانش فيه ضحكة ولا حتى صباح الخير، ووشه كان باهت، وكان نظراته كانت فعلا مرعبة. عشان بعدها أحمد يدخل لأمه المطبخ، وأمه بابتسامة جميلة بتسأله: صليت يا أحمد؟ أنا كده كده خلاص بحضر الفطار وشوية وهيكون جاهز. علشان أحمد يرد عليها ويقول لها: لا يا أم، عيدك في الجنة بإذن الله. وتتفاجئ الأم إن أحمد بيطلع سكينة وبيطعنها في صدرها، وبعدها ينزل عليها طعنات متتالية. عشان الأم تقع على الأرض وبتبصله بعيون أم بتقوله: ليه يا أحمد؟ علشان الصرخة توصل لعبد السلام الأب اللي كان نايم فوق في الدور التاني، ونزل يجري على المطبخ ويلاقي مراته واقعة على الأرض وغرقانة في دمها، وأحمد ابنه ماسك سكينة. عشان يتفاجئ بعدها إن أحمد بيهجم عليه بالسكينة ويضربه كام طعنة. ووقتها الأب كان قاعد بيصرخ وبيقول: ابني بيقتلنا. وفي اللحظة دي بناته ندى وياسمين نزلوا من فوق مفزوعين، ويلاقوا إن أحمد قاعد بيطعن في أبوه وأمه. علشان بعدها أحمد يجري وراهم ويطعن ندى، لكن من حسن الحظ إن ياسمين قدرت تهرب وتطلع بره الشقة وتجري في الشارع وهي في حالة هستيرية، وهي بتقول: الحقونا. والناس كلها بتجري عليها ومش فاهمين هو في إيه. علشان بعدها الجيران تدخل البيت وتتفاجئ بالمنظر اللي شافوه: أحمد واقف وماسك في إيده السكينة، والأب والأم والأخت واقعين في الأرض وغرقانين في دمهم. علشان بعدها الشرطة تيجي وتقبض على أحمد، وأحمد واقف ولا كأنه عمل حاجة، وكأن اللي عمله ده مش هو اللي عمله، كأنها حاجة ما تخصهوش. الجيران قالوا إن أحمد كان مريض نفسي، وكان أحيانا بيغيب عن الوعي وبياخد علاج كتير، بس كانوا مش متخيلين إن أحمد ممكن يطلع منه كده، لأنه كان دايما ساكت وما بيتكلمش كتير. بس أحيانا الوحدة بتقتل، وممكن يكون كان جواه نار محدش كان شايفها. وتحقيقات النيابة قالت إن ما كانش فيه خلافات بين أحمد وأسرته، بس كان فيه انهيار نفسي واضح، وإن الجريمة كانت بدون مبرر واضح. الأم ماتت، والأب في المستشفى حالته خطيرة، وندى اتصابت، بس الحمد لله ربنا كاتب لها عمر جديد. وياسمين اللي شافت كل ده هتعيش العمر كله بتفتكره. وأحمد في زنزانة ساكت ما بيتكلمش، بس وشه بيقول 1000 كلمة. ساعة المجرم ما بيكونش شرير، وقتها بيكون إنسان مكسور وبيتساب يتكسر لحد ما يبقى قاتل. المذبحة دي مش أول جريمة تكون بالشكل ده، ومش هتكون الأخيرة، لأنك لما بتسيب التعبان ينهار كده انت بتزقه ناحية الجريمة. ابنك، أخوك، صديقك لو سكت كتير أو انعزل أو عيونه فيها ألم، ما تسكتش. كل بيت فيه سر، بس مش كل بيت بيتنجد، وكل عيد ليه فرحته، بس في بيوت العيد بالنسبة لها بيبدأ بالدم. خد بالك من اللي حواليك قبل ما تندم. واستنونا في حلقة جديدة مع برنامجكم ديستوبيا.